عبد الله بن عمر لما ذكر له كلام الخوارج يقول الراوي فأخذ كأنه لا يسمع، ذاك ينقل له كلام الخوارج يقولون كذا يقولون كذا، وعبد الله بن عمر يصنع كذا كأنه لم يسمع الكلام خشية أن يقع الكلام في القلب ثم يعجز عليه إخراجه. فالأصل أن طالب العلم السني السلفي لا يصغي ولا يحضر مجالس أهل البدع ولا يتلقى عنهم، وإنما يستفيد من أهل السنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رمز من رموز إخواننا الشيعة الدكتور حسن، فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن موسى الصفار، وخاصة أعلام التصحيح، وأعتبر الشيخ حسن الصفار من أعلام التصحيح اليوم. والله أن إخواننا الشيعة في هذا الوطن هم مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وأنا في الحقيقة أسجل لسماحة الشيخ وفضيلة الشيخ حسن الصفار. حتى بعض الشباب الذين ذهبوا، وإن أخطأ بعضهم الطريق حينما يذهب إلى جبهة مثل داعش وغيرها، تنظر في جانب همته وفجعته ونخوته وحبه لنصرة إخوانه، فترى فيه جانبا يجب أن يشكر في غيرته على الإسلام والمسلمين. وإن كان الموضوع أننا نخاف أن يموت، فقد مات في التزلج على الجليد وفي الراليات وفي التفحيط. سيد قطب رحمه الله كان معلوم لديكم وفعلا وقع أن قدم للإعدام في المشنقة، وطلب منه أن يعتذر أو أن يقول كلاما يرضي به من حوله لكي يخفف عنه الإعدام إلى السجن المؤبد أو نحو ذلك. فماذا قال؟ إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في كل يوم 5 مرات يرفض أن يعتذر للطغاة. الله أكبر يا عباد الله. هكذا تنتشر الأديان، هكذا ينتشر الدين وتنتشر العقائد، وبدون ذلك فاعلموا أنه لا تنتشر فكرة ما لم يرويها أبناؤها بدمائهم. نحن نقول إن الأمة إذا كان قدرها أن تموت فلتموت. أنا أقول الذي يتقن شيئا ينفع إخوانه المجاهدين لا تبرأ ذمته إلا بالذهاب، لا تبرأ ذمته إلا بالذهاب. اتفقنا على ما اتفق عليه العلماء ومنهم العرعور، إنه اتفقنا على ما اتفق عليه العلماء ومنهم العرعور كم مات في التزلج وفي التفحيط وفي الدرباوية وفي المخدرات وفي المسكرات وفي حوادث السيارات، وانت خايف على 5 6 يموتون، فليموتوا، وانت خايف على 5 6. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى سوريا وهل ذلك من الجهاد؟ الحمد لله، الإنسان يحمد الله على السلامة من الفتن. هذه فتن فلا يدخل الإنسان فيها، يبتعد عنها، لكن يدعو للمسلمين بالنصر والفرج ويكثر من الدعاء. الذين يقولون إن هذا الذي يجري من قتل وذبح وسحل وتدمير وتشريد وتعذيب إخوانهم المسلمين في بلاد الشام فتنة، أقول ألا في الفتنة سقطوا.
دفاعه المستميت عن الرئيس السابق مرسي، واعتبار ما حصل للحكومة الإخوانية انقلاب. نشره لرسائل الإخواني عبد الرحمن عبد الخالق. التلميح والتزكية للإخوان المسلمين وأنهم قادرون لقيادة الدول الإسلامية. أعيد وأقول: يا شيخ حمد إلى متى؟ يا شيخ حمد إلى متى؟ يا شيخ حمد إلى متى؟ أرجو أن لا يأتي اليوم الذي يقال لنا فيه ما قيل لآخر ملوك غرناطة أبو عبد الله الصغير: ابكي مثل النساء ملكا عظيما لم تحافظ عليه مثل الرجال.